بسم الله الرحمن الرحيم. معكم خالد نصر في اسيست فيبو. النهارده معانا مباراة الاهلي وميدياما اللي فاز بيها 3-0. هنبدأ بالتشكيل. بدأ بالنجم واسطورة مصر حاليا محمد الشناوي، على اليمين محمد هاني، على الشمال كريم الدبيس اللي ليه مستقبل كبير، بس الاهلي يقبل عليه. يعني الاهلي يديله الثقة ويقول له العب. الاهلي يختم عليه كده ويقول له انت معانا خلاص. لو اخد الختم ده هتشوف لاعب كبير. في قلب الدفاع محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، الاثنين كانوا ضايعين النهارده. يعني ما عملوش مباراه سيئه، بس لا، في حاجه غلط بالذات في محمد عبد المنعم، مش مركز خالص. ثلاثه في نص الملعب، مروان عطيه وديانج، وقدامهم امام عاشور. على اليمين كريم فؤاد، على الشمال الشحات، وقدام كهربا. نمسك كده مركز مركز ونناقش فيه، يعني واحده واحده. هو اغلبه قدام، بس ايه، خد الشناوي. لا، الشناوي عمل مباراة عالية جدا 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 جدا. شال انفراد الشوط الاول ده، لو دخل والله اعلم طبعا الاهلي ما كانش فاز. الفرقة دي كانت خلاص هتاخد الثقة وتقف لك ورا وقفة كويسة. كل سنة وانت طيب. خلصت. محمد هاني عمل ماتش كويس بالذات الشوط الثاني، لكن احنا كان نفسنا نشوف خالد عبد الفتاح او اكرم توفيق، بحيث ان محمد هاني لعب برضه مباراة تقيلة مع المنتخب ولسه راجع. على الناحيه التانيه كريم الدبيس ماتش عالي ليه، عرضياته يا جماعه قويه جدا وحلوه جدا، لكن مفيش حد بيقف كويس. مش مشكلتنا، احنا بنشوف العرضيه طالعه كويسه في منطقه كويسه. الاثنين بقى بتوع قلوب الدفاع، محمد عبد المنعم، الواحد سامعين خبر النهارده ان هو اتفق مع شركه انجليزيه عشان تسوقه. فانت كده يا باشا مش مركز، انت كده مش هتخلي شركه انجليزيه، انت كده هتخلي شركه مهلبيه. محمد عبد المنعم في الماتش ده ما كانش مركز خالص خالص. اليو ديانج عنده مشكله كبيره بقالها فتره، تايه. هل كولر طب بيوظفه بطريقه غلط؟ هل بيطلب منه حاجات اكبر منه؟ هل بيطلب منه حاجات هو مش عارف يعملها؟ هل ملوش مزاج مع كولر؟ مش فاهم. لكن اليو ديانج عنده مشكله. مروان عطيه من ساعه ما والده توفى وبرضه هو مش هو. مروان عطيه مش مركز برضه. امام عاشور، امام عاشور افضل المباريات، يعني افضل ماتشات اتألق فيها وهو بيلعب ديفندر، مش صانع العاب. يعني امام عاشور ما تسلموش الماتش وتقول له دير دور اللعب، لا، خلي امام عاشور تحت ويجي بوشه للمرمى. هتشوف تسديدات، هتشوف كروسات حلوه لقدام، هتشوف سروهات بينيه حلوه. لكن تخليه هو يدور اللعب، لا، مش حلو فيها. كريم فؤاد عمل ماتش جميل جدا جدا جدا، مش فاهم طلع ليه. يعني كريم فؤاد منضبط، كورته حلوه، ملتزم. معرفش طلع ليه، عمل ماتش حلو قوي بصراحه. حسين الشحات معرفش متسربع، يعني بالبلدي كده حسين الشحات متسربع جدا جدا جدا، متسربع قوي، ورؤيته مش كويسه. يعني حسين الشحات لما يكون معاه الكوره المفروض يوزع لعب، شويه لعب حلوين، يعمل امتى عرضيه، امتى يمرر بالعرض للي جاي يشوط. حسين الشحات في كام لقطه بالذات الشوط الاولاني في هجمات المفروض هو يسدد، ما بيسددش، بيلعب بالعرض. الكوره اللي هو المفروض يلعبها بالعرض بيسددها اي كلام. فده قله تركيز قويه جدا وواضحه جدا. كهربا كهربا بصراحه يعني مش عارف، لا، بيضيع كتير ومش مركز ومش مهاجم. كهربا يا جماعه مش مهاجم، وده اداره الاهلي يعني هتلبس لبسه سودا فيه. في حاجه تانية بقى، برضو الواحد سمع خبر من يومين ان الاهلي خد قرض ب 3 مليون دولار عشان رواتب اللعيبه الاجانب. وفي اكبر، يعني في اكتر من مكان اكد الخبر ده. احنا هنقول لا، ما حصلش، ما سمعناش، بحيث ان الاهلي ما طلعش يصرح ان انا خدت قرض عشان كذا 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 كذا. طيب، لو الكلام ده صح
وبنسبه كبيره هو صح على فكره، يعني مفيش، على فكره مفيش خبر هيطلع في موقع كبير او قناه بتصرح الا لو هو صح. لكن طبعا الاهلي مش بيعلن عن يعني حاجات ياما، مش بيعلن عنها، ودي ميزه على فكره، مش زي الزمالك. 3 مليون دولار. طب انت يعني موديست الراتب بتاعه مليون ونص ولا مليون و700، معرفش ايه ده بصراحه، انا مش عارف. كريستو الراتب بتاعه والمبلغ اللي انت شاريه بيه يوصل ل 4 مليون دولار. طب هل استفدت بيه؟ ابدا. كريستو يا جماعه، برضو اي حد يخش يدور الراتب بتاعه والمبلغ اللي هو الاهلي اشترى بيه، ممكن يدخل له فيه من 3.5 ل 4 مليون دولار مبلغ. تعالى بقى شوف الموسم اللي فات انت استغنيت عن مين، شريف كام، وخد راتب كام، ولما جه مشي من الاهلي خدت كام؟ بواليا ولا ميكيسوني اللي قعد 6 شهور في البيت؟ اه قعد 6 شهور على حساب الاهلي بياخد الراتب بتاعه وبره القايمه. كوارث يا جماعه، دي كوارث، والله العظيم دي كوارث بحق الله. يعني الكلام ده لا، المفروض الاداره دي تتحاسب فيه. ولا سافيو، جبت سافيو بكام؟ سافيو كان جبته تقريبا مليون ونص دولار، وكان بياخد مليون ونص، يعني 3 مليون دولار. ايه يا جماعه الارقام دي؟ ده انت والله العظيم لو انت قعدت 3 سنين ما تجيبش الصفقات الخايبه دي، هتيجي على السنه الرابعه او الخامسه مثلا هتشتري صفقه ب 10 مليون دولار. بس صفقه، بس صفقه. لكن اللي بيحصل ده عبث بصراحه يعني. لا لعيبه ياما، يعني الواحد مش عايز، يعني دي عايزه حلقه لوحدها، دي عايزه حلقه لوحدها. نرجع للماتش. الماتش بدأ اداء عشوائي جدا جدا من الاهلي صراحه يعني. مفيش اي جمله، كله كر وفر، كله كر وفر. حتى لعبه امام عاشور اللي جت في العارضه دي، هو رايح في حته مش بتاعته امام عاشور، لعب الكره يعني علاها، نزلت على العارضه. لحد كده ماشي مقبول. لكن اللي مش مقبول من كهربا لما تنزل لك كده مستريحه كده تلعبها بالمنظر ده وتضيع، مش مقبول خالص من كهربا. دي بقى ملهاش علاقه انت متاهل انت جاهز مش جاهز، دي لعبه نازله من فوق هتريحها بدماغك، مش محتاجه اي مجهود، محتاجه واحد بيلعب كره قدم فقط. لكن في الاهلي الحقيقه في لعيبه كتير ما بتلعبش كوره حقيقه يعني. كولر معرفش هو، بس بصراحه في لعيبه مش مساعداه، في لعيبه مش مساعداه. هل هو كان بيشطب؟ ما هو اللي يعني اللي حصل في الماتش النهارده، الاهلي يا جماعه مستحوذ 70% على عينه وعلى راسي، بس اداء عشوائي. كولر مش متحكم في اللعيبه خالص خالص. مروان عطيه نزلت له كوره في ال 18 الشوط الثاني بيتمشى بيها. يا باشا انت في هجوم عليك والكوره جات لك، خلص. ما فيهاش دي، ما فيهاش يعني اختراع، خلص. الملعب ما كانش النهارده محتاج اليو ديانج ومروان عطيه، كان ممكن نشوف كوكا او اكرم توفيق او امام عاشور جنب ديانج او مروان عطيه وقدامهم قفشه. بيرسي تاو ريحه عادي، جاي من المنتخب عادي جدا. كريم فؤاد بدأ كويس، فردة نايمة بقالها كتير وبيلعب وأدى أداء كويس جدا الصراحة. أحمد عبد القادر من أول الموسم مش في الحسبان، ودي تقريبا يعني إيه لوحة كده إن هو ماشي في يناير، نبذة كده يا جماعة الراجل ده شكله ماشي في يناير. كريستو يعني اتقال إنه مصاب. طب هل قبل إعلان القايمة محدش خالص يعرف إن كريستو كان مصاب، وأول ما القايمة نزلت والناس ما لقتش كريستو وابتدت تتكلم طلع ان هو مصاب؟ في حاجات كده ما تحطش وضعك فيها في سوء ظن، لان واضح كده اللعيبه اللي مش على الهوا دي مصابه تقريبا يعني، والله اعلم. موديست يعني في الاسبوع اللي فات وال10 ايام دول عمل مجهود خرافي بدني،
جاب حد تقريبا من المانيا او فرنسا، واهله بدنيا تاهيل نار. نزل فيه 5 كيلو تقريبا او 6 كيلو نار. قلنا بس هيجيب له هاتريك النهارده. نزلت القايمه، فين القايمه يا جماعه؟ ايه ده؟ ده مصاب زي كريستو. الامور دي وحشه. النهارده ميد ياما والله الشوط الاول كان ممكن يطلع عليه هدف واتنين. كان ممكن يطلع عليه هدف واتنين. الشوط التاني كان ممكن يجيب هدف. فانت بتتكلم في فرقه اول مره تلعب دوري ابطال، اول مره تلعب دوري ابطال، وهددت يعني مرماك باكتر من هدف. يعني كان ممكن تجيب فيك النهارده لو الاهداف دي مشيت معاها 3 اهداف. طب انت ضيعت كام فرصه؟ كهربا طبعا ليه ايه النصيب الاكبر. قول 7 8 فرص. هل لما تيجي تلاعب الوداد وصن داونز هتجيلك 7 8 فرص وتضيعهم؟ الله اعلم. على فكره الهدف الاول هي اصلا تسديده من امام عاشور. يعني مش لعبه، مش اجتهاد. هو امام عاشور بيسدد كويس جدا جدا. حتى اول الشوط الثاني اول ما نزل سدد تسديده قويه جدا، طلعت ركنيه. فامام عاشور مسدد، كهربا واقف حطها. فدي مش لعبه يا عم كولر. صح ولا لا؟ مش لعبه. الهدف الثاني من حسين الشحات، لعبها كويس جدا لكهربا، لكن كهربا مش مهاجم. كهربا مش مهاجم وشكله مش هيبقى مهاجم. خلاص يا جماعه، كهربا مش هيبقى مهاجم. يا رب نفهم الكلام ده. كهربا مش هيبقى مهاجم. تاني، كهربا مش هيبقى مهاجم. يعني اي مهاجم، اي مهاجم كان حطها. طبعا حطها اي كلام. ايد الحارس وقعت، المدافعين واقفين بيقولوا ده تسلل. حسين الشحات دخل حطها. فبرضو الهدف مش جاي من العاب قويه، مش جاي من جمل تكتيكيه، ودي حاجه تقلق. الاهلي كسب ب 3-0 باستحواذ كبير، باحصائيات كبيره، لكن كلعب كره قدم، ككوره، لا، الاهلي مش قوي، مش قوي خالص. الهدف الثالث صلاح محسن واقف لوحده تماما. هو طبعا اصلا ميدياما رمى الفوطه من بعد اول هدف، عشان نبقى على نور. بس الدنيا فرفت منه بعد اول هدف خالص، دي حقيقه. لكن الهدف الثالث عاجبني انا من قفشه. انتقدت قفشه كتير جدا قبل كده، وجبت له صور وقلت بيعمل كوارث. لكن الهدف الثالث لقفشه قطع وراح وداس ووقف بص كده. لا، صلاح محسن لعب عرضيه اتقانها ودقتها 100%. يعني صلاح محسن لو ما لمسهاش، لو تف عليها كده هتخش جول. هو لعبها كويس صلاح محسن، بس ايه، قفشه ودفاع مديامه مش موجود. فقصدي ان الاهداف حتى اللي جت مش كوره منك، مش كوره قويه منك. لا، ده تقصير من المنافس، مع ان ايه كده يعني. لكن مفيش جمله اللي هو ايه 1 2 3 عرضيه هوب جون، لا مفيش. كل الجمل اللي هي بتتعمل من الاهلي، كل الجمل بتخلص انها بتضيع. لكن الاهداف اللي بيجيبها الاهلي ما تبقاش من جمل، بتبقى من لعبه واتقطعت كده يعني. مدافع مش واقف، مش عارف ايه، اغلب الجمل كده. طبعا الاهلي هيقابل سموحه الماتش الجاي، ووراه ماتش يانج افريكانز. يانج افريكانز ده فريق جامد. ما يغركش ان بوليسداد اداله 3، لا، الموسم الماضي كان في نهائي الكونفدراليه. فهي فرقه يا جماعه مش ضعيفه. اذا كان مديامه وبهدلتك الشوط الاولاني مش عارف تجيب فيه اهداف، كان ممكن تجيب فيك اهداف. لعبت ماتش حلو بصراحه، فرقه كويسه. فيعني نتمنى نشوف قوه وسيطره. انا كنت بصراحه بعد التوقف ده قلت هلاقي سيطره من كولر على الفرقه.
مفيش سيطره قويه بصراحه. كان نفسنا نشوف اكرم توفيق النهارده، ونفسنا نشوفه في نص الملعب، لان نص الملعب الاهلي بقاله فتره كبيره فقير قوي، فقير فني وبدني. نص ملعب الاهلي بقاله فتره فقير فني وبدني. فنتمنى كولر يشغل الدنيا اكتر من كده. نتمنى كولر يضيف حاجه لاحمد عبد القادر. احمد عبد القادر شفته لقطه في كام ماتش، ادى كام بينيه حلوه قوي 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 في مركز صانع الالعاب تحت المهاجمين. وقف كده وبس وحط. ليه ما نجربش؟ احمد عبد القادر عنده مشاكل كتير جدا جدا، بس ايه نستفيد بيه؟ ما نستفدش ليه؟ صلاح محسن بعد ما جاب الجون عمل كده. طب دي يا ابني قصدك بيها مين؟ حد من الجهاز الفني؟ بس انت كان وشك للجمهور. ما انت لو قصدك كده وبتعمل للجمهور ده انت تبقى معفن قوي بصراحه يعني. يعني انت لعيب اصلا ما تسواش حاجه، والاهلي جايبك وبيلعبك وانت اصلا ما عندكش كوره خالص، ومش بتفيد الاهلي بحاجه خالص. شفناك في سان داونز بتعمل كده لمين؟ ما طبيعي انت لما تبقى وحش الناس هتقولك انت وحش وتحط عليك. انت اجتهد واثبت العكس. ده اللي انا اعرفه، ده اللي انا اعرفه. لكن طبعا لعيبه والله العظيم على الله حكايتها، على الله حكايتها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، وان شاء الله في فيديو هينزل لتحليل بالصور لتحركات اللعيبه. شكرا.